السلام عليكم. كيف ما كتشوفوا اليوم انا شفتو درت المطيشه، درت واحد نص كاس تاع الزيت في داك الطاجين، ودرت عليه واحد جوج ديال المطيشات. هنا عندي انايا البطاطا، عندي الزيتون، عندي الربيع، واحد الجريوس تاع الثومه، كاينه هنا الملحه، عندنا سكينجبير، شويه ديال التحميره او بابريكا، عندي هنا شويه ديال الاعشاب، شويه الزعتر وشويه ديال اليازير والقزبر حبوب، وعندي هنايا واحد الدماغ الملحه، عندي هنا واحد شويه ديال القرفه، شويه ديال الخرقوم. علاش انا اليوم شاركت معكم هذا الفيديو؟ على وداش انا اليوم مشيت للسوق وكنلقى يعني الخضره واصله لواحد الثمن يعني مرتفع بزاف. خيزو داير 10 دراهم 300. الخضره كلها طالعه بزاف. يعني قلت انا علاش لي ما غاديش ندير مع خوتي خواتاتي، يعني الناس اللي ما عندهمش مساكن وحنا كنا ما عندناش، علاش غادي ندير معكم واحد الطاجين يعني خفيف ظريف، يمكن لك ديريه في اي وقت. يمكن حتى الا عندك الامكانيات وعندك ديري الطاجين هذا، ديري مع شويه الكفته شويه هذا كيجي ما نعاودش لكم. هنا كيف ما كتشوفوا انا راه درت واحد جوج المطيشات ودرت معاهم واحد نص كاس ديال الزيت. غادي ندير الثومه، وغادي ندير واحد شويه ديال الربيع هكا لتحت، غادي ندير هاد الزعفرانه هادي هاهي، غادي ندير واحد نص كاس ديال الماء ولا كاس كامل ماشي مشكل، وغادي ندير عليه هاد البطاطا ها هي. يعني الانسان راه باش ما كان يقضي، ماشي ضروري حنا حتى غنجيبو كيلو ديال البطاطا، حتى الا كاين الوليدات ولا كاين هذا كيلو ديال البطاطا راه غادي تبارك الله كبار. هنا هذيك العطريه انا راه درت عليها الماء كيف ما كتشوفوا بحال هكا، وغادي نخويها من الفوق باش الخضره كامله تشرب هذيك العطريه. وغادي نزيد واحد شويه في البوطه، هاداش انا ناقصه من البوطه. الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات يكونوا اقتصاديين يعني خليوها لي في التعاليق، انا غادي نشاركهم معكم. هنا انا قطعت واحد المطيشه هكا هكا، وغادي ناخذ هذا الربيع وغادي نديرو من الفوق. صدقوني جربوا الطويجين هذا والله حتى كيجي واعر وبنين. راه حنا ماشي الا ما كانش، الا كانت كيكون اللحم عاد يمكن لينا نطيبو. ها هو طاجين كيجي واعر، وبالعكس ديال الخضره كيجي زوين. هانتوما يمكن لك ديروا خيز، انا لقيت خيزو داير 10 دراهم 300 ما جبتوش. يمكن لكم يعني لا سميتو ديروا خيزو، ديروا شويه القرعه، ديروا يعني عطا الله ما يدار. هنا راه انايا كاين عندي واحد شويه الماء ديال الحامض ديال الترقاد، انا خديت واحد المعلقه صغيره
باش يحمض لينا هاد البطاطا هادي. اللي ما عندوش بلا ما يديروها، هو كاين الحامض يعني على الزيتون والحامض راه كافي. اللي عنده يديروه، يعني كيعطي واحد اللذه زوينه للبطاطا. انا ملي كنراقب الحامض كيبقى ليا هذا، كتبقاي كديريه في الدجاج، ديريه في كاع الحاجه اللي هي تستهلك الحموضيه كنديروه فيها. كنتمنى باش يعجبكم هذا الطاجين هذا وتبارطاجيوه مع الاهل ومع الاحباب. يعني راه طاجين راه كيجي زوين. ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي. والله العظيم كاع ما تحتاجي ديري فيه اللحم ولا ديري فيه هذا، راه كيجي بنين بزاف. وحتى اللي بغى يدير عليه شويه ديال الكفته من الفوق يديرو، ماشي مشكل يعني. عادي كيتاتا مع الكفته كتجي زوينه. انا راه هنا غادي نزيد عليه واحد شويه ديال زيت الزيتون، يعني اللي ما عندوش بلا ما يديرو على زيت الزيتون كافي. انا حيت كاين واحد شويه هذا ماشي مشكل، غادي ندير واحد الخويطات. كنتمنى باش يعجبكم هاد الطويجين وتعطيونا رايكم فيه. كنشكر كاع الناس اللي كتدخل عندي وكتخلي لي تعليق، كاملين كنشكركم بزاف. المهم كان هذا هو الطاجين ديالنا ديال اليوم، كنتمنى باش يعجبكم وديروا بحالو. ايوا وتعطيونا الراي ديالكم، شنو واش عجبكم ولا ما عجبكمش. المهم كان هذا هو الطويجين، ها هو طاب. ها هو ما درنا الطويجين، عندنا خبيزات هنايا ديال القمح، ها هما. هنا انا درت فيهم قرصتهم بالشوفان وبالبافو وبالزريعه الكتان الشانوج. خبيزات مقرصين بالشعير وبالبافو، ها هما. ايوا كنتمنى يعجبكم هاد الطويجين وتخليو لي تعليق زوين. يلا يلا الشعيبيه ناكلو.